كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن نشأ نركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان فرج همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نستغفرك ونستهدي أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بين وذي حسد
ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أسلنا خصوصا الأرواح الوالدين صاحب هذا المقام الذي تعبد سجد الوالد أحمد وإخوانه. ثم إلى روح صاحب الحضرة الشيخ أحمد بن عبد الله باسودان. ثم إلى الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان. ثم إلى روح أمواتنا أمواتكم أموات الحضرة للمؤمن المؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا اللهم كما المتابعة له صلى الله عليه وسلم الظاهر وباطن في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم من كافة الأولياء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح مشارق الأرض المغاربة والبر خصوصا وسبي هذا المقام الجدع وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وسليمان وفرم. ثم إلى روح صاحب هذا الحضرة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان أمواتنا وأموات محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا لطيف
لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين بسم إله قادر مقتدر وقاهر لكل غاو غادر من العتاة الظالمين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين وكل باغ مريد وفاجر معاند وكل طاغ حاسد من البغاة المفسدين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين به نستنصر به نقتدر بشيف بش نكر أعداءنا المعاندين يا لطيف لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين والحمد دأبا سربدا ودائما مؤبدا وليس يوصى عددا لله رب العالمين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين سبحان من عز وجل بار الأمان والوجل قضى لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين نسألك رفع الوباء والأذى والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالمين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين بسر طه المجتبى على السبع العلا والآل أرباب العبا وصحبه المجاهدين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والتابعين والمسلمين الأصفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين وغابر كالشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين ثم الفقيه جدنا وببانه ذخرنا علوينا علينا والكتب سقاف مكين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين المنظاري النادف ذي الأسرار حامي الحمى والجاري الغوث حذف الظالمين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين العيدروس فخرنا وشيخنا حدادناه غوثناه كنزنا وهو ملاذ اللائذين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين أبو بكر الهمام بن سالي بالعض الحسن وببني غوث الأنم والعدني حبر النمي يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين وابن زيد أحمد هو نور كل مهتدي وجعفر ذي الرشد سلطان كل العارفين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا بذي اليقين والمسلمين العطس بالحسين النبرس وبالخليفة بارس الغوث كون أجمعين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا وبالشجاع والمسلمين عمدة غوث غياث عدة ومنقذ من شدة البركة في القاصدين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا وبالوجه والمسلمين والجمل وبالصفي والكمل ومن لهم به اتصال من آل حضر أجمعين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين بشيخنا الحلاحل من حل في جلاجل عمر غياث الآمل البر قطب الكامل يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والعيد روس والمسلمين الذاكر في كل حال شاكر ومستقيم صابر حاوي خصال المهتدي يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين المشتهر القطب سيدنا عمر ثم الصفي بحر الدرر قطب الدعاة الناصحين يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين بسر حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأبر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه يعين يا لطيفا لم يزل الطبنا
بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا وبالولي والمسلمين بجل حب النور لأهل الله بن أصل بجاه كل شان وهب لنا حسن اليقين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين بمن بهذا العرض حل شيس سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل والطوب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين بسر شيخ الجفري عجل لنا باليسر والفتح ثم النصر آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا وعترة والمسلمين البر الكرام وخص سيدنا الإيمان عبد الله العلي المقول المخرج أجمعين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا وكل والمسلمين من في قدرنا من كل بر موسنا وسائر أسلف لنا نسل الحسن مع الحسين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا وبالعمودي والمسلمين الإمام وأولاد الغر الكرام ممن حوى ذاك المقام من كل قيد من مكين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين في حضرة القوم الليوث ووعدها يوم الثالث بها انتفت عنا المغوث من حينة قاصدي يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا الشيخ ذي حز والمسلمين العلا وارتاح فيها واعتلى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا الشافعي والمسلمين مذهب والعلوي مشرب وهو الذي يدعى ببا سودان بين العالمين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا عين والمسلمين العناية الفضا سكي كؤوسة المنن أهي الطريق والسنن فاتح وتاج الطالبين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين شيخ الشيوخ الجامع ذي حل قرب الجامع سلك به يا سامعي ولد بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا ربنا بالمصطفى مطلوبنا اصل اشرح امرنا بحق المرتضى شف كربنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وبأسرار مطلوبنا البتول الطف بنا بحق الحسنين كلنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وبسر مطلوبنا العابدين اغفر لنا بحق الباقر اتمم نورنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وبصدق مطلوبنا الصادق اجمع شملنا بحق الكاظم ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا بأنوار مطلوبنا المراد اهدنا بمعروف الجمال جمل لنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا بحق بن مطلوبنا عيسى فاشفنا وابن أحمد سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا بأوصاف عبيد مطلوبنا نجنا وبعلو فكمل سعدنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وطاف الجمال مطلوبنا اسمع لنا وبعلو وعلي ذخرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا ومن شرف مطلوبنا مرباطا كذا علو وعلي أصلنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وبآيات الفقر مطلوبنا الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا لنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وببني علوي مطلوبنا وعلي وشهاب الدين بالكل احمنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وبعبد الله يا أبا مطلوبنا علوي وعلى صنبه الغوث كفنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وجمال الدين والشيخ ابنه غوثنا السقاف في كل عنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وابن مطلوبنا سكران والمخضار وإخوة الباقين عجل نصرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وبحق العيدروس مطلوبنا الكتب والفخر نعم الغوث فادفع شرنا
الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وبشيخنا علي مطلوبنا وابني وشهاب الدين تمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وبسر الفخر والغوث مطلوبنا الذي حل في عناد فاهزم خصمنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وابن مطلوبنا الحامد والمخضار ثم الحسين أهلك عيدانا وبقنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا والفقي مطلوبنا الحبر والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وجمال الدين جدي وابن العدروس الحبر فانصر جندنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وبشيخي مطلوبنا وإمامي والدي قدوة الدين ومصباح الدنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا سادتي مطلوبنا إني بكم جار لكم ما خاف قد ضيما أونا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا سنتم الناس من مطلوبنا ذا مثلكم يا أعز الناس يا كنز الغنى الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا أنتم مطلوبنا الأقطاب والأوتاد يا خير من حاز المثاني والثناء الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا فإلى من غيركم يا سادتي يلتجي إن حان خطب أو دنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ليس لي ملجأ سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله الله حسبنا ربنا عجل لنا هيا مطلوبنا هيا عجلوا لغار يدرك العبد بها أقصى المنى الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا فاكشف بهم مكروهنا واحمنا من كل خطب أمنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ختمها بالمصطفى الهادي يكفنا كل شر وعدو يا ربنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وصلاة مطلوبنا وسلاما دائما يتغشاه بها كل هنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وعلى مطلوبنا آل وأصحاب ومن بعدهم ما لاح برق أو سنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سلكت فرج كربي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله على البغاة الكائدين آمين يا الله عجل في رفع ما نزل آمين يا الله إنك لطيف لم تزل آمين يا الله من غيرك عز وجل آمين يا الله ولطيف بالعالمين آمين يا الله رب اكفنا شر العدا آمين يا الله وخذهم وبددا آمين يا الله واجعلهم لنا فدا آمين يا الله وعبرة للناظرين آمين يا الله يا ربي شدد شملهم آمين يا الله يا ربي فرج جمعهم آمين يا الله يا ربي قلل عدهم آمين يا الله واجعلهم في الغابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد آمين يا الله ونارهم تصبح رماد آمين يا الله بكافها يا عين صاد آمين يا الله في الحال ولوا خائبين آمين يا الله وشر كل ماكرين آمين يا الله وخائن وغادرين آمين يا الله وعاين وساحرين آمين يا الله وشر كل المؤذين آمين يا الله من معتد وغاصب آمين يا الله ومفتر
وكاذب آمين يا الله وفاجر وعائب آمين يا الله وحاسد وشامت آمين يا الله يا ربنا يا ربنا آمين يا الله يا ذا البهاء وذا السناء آمين يا الله وذا العطاء وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب سائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا آمين يا الله واشرح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله فأنت بستر جميل آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا الله وامنن بتوبة لنا آمين يا الله أنت حبيب التائبين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول آمين يا الله والحسنين والبتول آمين يا الله والمرتضى بالفحول آمين يا الله وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام آمين يا الله على النبي خير الأنام آمين يا الله وآله الغر الكرام آمين يا الله وصحبه والتابعين آمين يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون سيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وهب لنا الخير كله واهدنا بهدى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ونستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء كل المطالب كلها في رضا يا أرحم الراحمين ارض بنا في إياك قضاء نعبد ونشهد مشهدنا نرى يا أرحم الراحمين ارض بنا في ونشهد قضاء أنك ترانا نور عين استفاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وشواهد مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين ارض بنا في ومن قضاء على سنة الهدي يراعي رعاه يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء
للقرآن بحق نبات يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إليك تحقق أن هذا حكى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قلبه قضاء وقلبهم تلا من صفا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء والعلم والتعظيم يا الحسنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء كان حظ منك وافر هنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء العلم جاء لاهقا من قدر يا أرحم الراحمين الطف بنا في أدركته قضاء الإناية حيث جئت وجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في يسعد قضاء بمجيبك صار سمع دعا يا أرحم الراحمين الطف بنا في إليك قضاء وخيم حتى ساح فينا يا أرحم الراحمين الطف بنا في الهنا قضاء والمنى والباس شئت وشاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في يا قضاء ربي هب لي في رجاء من رجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في واقبل قضاء دعائي وكرمني مع من دعا يا أرحم الراحمين الطف بنا في وأنت قضاء حسبي وعوني فاشفني بشفاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء قلبي والبسني لباسا يا أرحم قيا الراحمين الطف بنا في وقد قضاء روحي بذكر واحمني يا بحماك أرحم الراحمين الطف بنا في وحبب لي قضاء وحبب لي محبة لك يا أرحم الراحمين الطف بنا في أستغفر قضاء الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين الطف بنا في واصدق قضاء يقيني وثبتني ثبات يا أولياء أرحم الراحمين الطف بنا في الحمد قضاء لله واختمها بطابع هدى يا أرحم الراحمين الطف بنا في صلاة قضاء ربي وسلم ما نزل مسلما يا أرحم الراحمين الطف بنا في على قضاء النبي المصطفى المحمود خان من بيا يا أرحم الراحمين الطف بنا في عدد حياة قضاء الذي يحيا به من يا حياة أرحم الراحمين الطف بنا في والآل قضاء والصحب والحقنا به اسم يا اسفيا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا من الخائف نجنا مما نخاف يا من الخائف نجنا مما يا ولي نخاف الصالحين كن موالينا يا من وكاف الخائف نجنا مما نخاف يا جالس الذاكرين اهدنا سبل يا من العفاف الخائف نجنا مما نخاف يا مجيب السائلين ربنا واغفر يا من وعاف الخائف نجنا مما نستعين نخاف يا معين شفها عسى شفا يا من الخائف نجنا مما هب لنا نخاف فتحا مبين جاء بالنصر يا من مواب الخائف نجنا مما واقف شر نخاف المؤذيين كفهم عنا كفا يا من الخائف نجنا مما والعباد نخاف الظالمين حدهم حتى التلا يا من الخائف نجنا مما فيهم نخاف مؤمن منهم فيهم مضاف يا من الخائف نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا بالانصراف يا من الخائف نجنا مما مرتدين نخاف هالك في شفا جرف الهيا يا من الخائف نجنا مما والطغاة نخاف الباغين يكفيهم يا خيرك يا من الخائف نجنا مما حسبنا الله نخاف المعين هو لا خلاف يا من الخائف نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من مخاف يا من الخائف نجنا مما هو رب نخاف العالمين وإليه الانعطاف يا من الخائف نجنا مما كافنا الحس نخاف الحسين من سواه ما نخاف يا من الخائف نجنا مما وصلاة نخاف كل حين وسلام الله يا من الخائف نجنا مما أطلب الهدي نخاف الأمين وآل أصحاب الأفاق يا من الخائف نجنا مما قدمها نخاف للمسلمين المساكين الضعاف يا من الخائف نجنا مما ورضى الله نخاف المتين بهم أرحم ورا يا من الخائف نجنا مما يا تواب نخاف تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما يا تواب
تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا الله توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفاء يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفاء رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا الله مضى رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة استغفر الله وقبول استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى استغفر الله رب الله البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر يا ويرحم رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو جد الغفران لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبي وحلا خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجه للإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لن الغفران تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبيين الجام من أبينا آدم وبنوح الأكدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم وبهادون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم وحكم والولي بن بصام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا
إله العالم يا إله العالم كرباب الشر يا إله والفقيه المشهر يا إله العالم والعلوي الأبرر يا إله من بهم العالم حالي زاد يا إله العالم اليوم يا إله العالم ما هم في القوم يا إله وإن العالم بدأ مني لو يا إله يطلب العالم للغفران يا إله من العالم حسن بن صالح يا إله بحر العالم نور ضافي يا إله لا العالم تكن لي فاضي يا إله العالم يا صمد يا منان يا إله مثل العالم شيخ المشهد يا إله ابن العالم ناصر أحمد يا إله وأبيه العالم ثم الجد يا إله للمعالي لهم يا شان إله جد لنا العالم بالمضلوب يا إله والفرج العالم مثل أيوب يا إله العالم وبفرحة يعقوب يا إله حين العالم زالت الأحزان يا إله العالم اغفر وارحم يا إله واعف العالم عما تعلم يا إله فإن العالم جودك قدعا يا إله العالم خلقك والجان يا إله ودروس العالم القرآن يا إله العالم واجتماع يا الإخوان إله العالم بدعاء الرحمن يا إله العالم سرهم يا الإعلان إله العالم والحبيب المحضار يا إله العالم قائلا بالأسحار يا إله قائلا العالم يا غفار يا إله جد العالم لنا بالغفران يا إله استجب العالم لي واسمع يا إله ولنا العالم الكل أجمع يا إله ولمن العالم لك يضرع يا إله طالبا العالم للإحسان يا إله وصلاة العالم تترى يا إله بمن خص العالم بالإسراء يا إله وذويه ضرا يا إله في العالم جميع الأزمان يا إله يا العالم عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك أسبال سترا على القبائح والأخطال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا
حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسب اعتلاعك حسبي فامحو بعافيك ذنبي واصله قصودي والأعمال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا مالك الملك يا والي يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوات القيل والقال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وأشفوها فتوشغى يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ويح نفسي الغاوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجهوى الماء يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كابتني وقيدتني بالأكبال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدتي كربي فانظر إلى الغم ينجى يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصل وجما يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله
لا إله إلا الله يا ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله يا شالي مع ذبك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيث رحمتك هطال لا إله إلا الله وقد أتاك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفقره لا إله إلا الله فازم بيسرك عسره لا إله إلا الله بمضي جودك والإفضال لا إله إلا الله وامن عليه بتوبة لا إله إلا الله تغسله من كل حوبة لا إله إلا الله واصمه من شر أوبة لا إله إلا الله لكل ما عنه قد حال لا إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله يرجى وبشك وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله فلكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الأجال لا إله إلا الله وصل في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد الهدي الدار لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله نحمده سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فترك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على تزيل المسلمين العنا عنا وتثني المنى منا وكل الهنا نعطه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يقيم للصلوات يعمر بالصلاة
للصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يقهر كل طغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الشاكرين وتوفانا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وكل فكرك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على لكل المسلمين الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين دذن الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه لله يمحو الذنوب الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله بحمد الله ونستمد بالله بجاه الله نفوز بحول الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله وبعد جنة من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله بالطالب المحضر المخبد الصنبر مظهر الأسرار سليلها لله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله القادة القدوة سادة الصفة ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله مثل الإمام الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يقضي لخلق الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله أبو بكر بن سالم وحتف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله وينجي الغارق إن كان به واسق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله نظره العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله والعبد ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب السابق الله حق القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه مشايخ الله الحضرة عسى لنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله لأنه حائر وقلبه
له طائر ولا له ناصر إلا عباد الله. نظرة سلنا نظرة بجاه الله محمد يا سادتي الله. غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة. الله الله الله. نظرة سلنا نظرة بجاه الله محمد الله. قوموا معي قوم وقت الذي رمى كله مدى نومه يجي بعون الله. نظرة سلنا نظرة بجاه الله محمد الله. كفى ما بذو الأصواب في الحال يا أحبابي فإنكم بالله. نظرة سلنا نظرة بجاه الله محمد الله. كونوا لنا نصر بالسيف والقدرة وكل ما نكره شوه شيء لله. نظرة سلنا نظرة بجاه الله محمد الله. هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله. نظرة سلنا نظرة بجاه الله محمد الله. يقدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قال في الوقت جار الله. نظرة سلنا نظرة بجاه الله محمد الله. والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله. نظرة سلنا نظرة بجاه الله محمد الله. حسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله. نظرة سلنا نظرة بجاه الله محمد الله. وصلي وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله. نظرة سلنا نظرة بجاه الله يا مضرب الله. بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا العقول السالمة ولا القلوب العالمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بهم معازمة بصدق نية جازمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. إليها المنتهى قد قال أرباب النهى. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها دعوة عجيبة تامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربنا يا ربنا اكتب بنا واغفر لنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بخير عندنا إبنا يوم الطامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وتؤاد ننقرب كل له منه نصيب. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دان أو نصيب فهو مصيبة عامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. إذا متات وغسلك وكفنك. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وألحد وسرت جفا خما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة. رب كل يا معين دار شهر ملجبي. يا بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. إله من يكن منكم للوم يوم اللائمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دنيا كما هي للمكر وإنما هي للممات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فكر وعمن في النظر ولا تكن كالسائمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب ما معنى أمل وكسبنا كله زلال. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لنا فيك أمل تنجي العظام رما. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وكان حين الانتقال والعمر ولا في في ضلال. يا الله ضلال. بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لكن أردد الجلال بجاه والد فاطمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة. بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يريد درجات في الجنة ويحمينا بحماياتهم ويمدنا بمدادهم ويدخلنا في شفاعاتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة.
الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن محمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علوي عم الفقيه وابن حماد وعبد الملك وعبد الرحمن وسادتنا علي وعلوي ابن الفقيه وعلي وعبد الله ابن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة وشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبو بكر السكران والشيخ عمر المهضر وإخوانهما والشيخ عبد الله علي دروس وأولاد أبي بكر الذين إلى دروس وإخواني قطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الأنشان الشديري إمامنا الشافعي والشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن حمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن شميل وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه هقيل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحبيب أحمد بن زين الهبشي الحبيب أحمد بن محمد الهبشي مولى شيب والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفكي علامة الدنيا والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا عبد الله وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وأخيه ظاهر بن حسين بن ظاهر إمام وحد الأحقاب الحبيب عمر بن سقاب بن محمد الصوفي السقاب وسيدنا أحمد بن محمد المهضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الهبشي والحبيب علوي بن أنيس الهبشي والحبيب علوي بن علي الحبشي والحبيب أنيس بن علوي الهبشي والحبيب عبد الله بن شاه الإدرس والحبيب أحمد بن إدرس الإدرس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيد والحبيب محمد بن سالم بن حفيد والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب حسن الشاتري الحبيب مهدي الشاتري الحبيب أبو بكر الشاتري الحبيب سالم الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن علوي بن شهاب الدين قطب الغوث الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي الحبيب جعفر بن شيخ السقاف الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف الحبيب صالح بن حسين الحامي تانقل الحبيب عبد الله بن علي الحداد سانغين الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتان الحبيب علي بن حسين الأطوس بنغور الحبيب محمد بن إدرس الحبشي الحبيب محمد بن حسين الإدرس الحبيب علوي وحسين بن محمد بن ظاهر الحداد الحبيب إدرس بن سالم الجفري الحبيب سالم بن محمد بن جندن الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقف جدة الحبيب أحمد مشهور بن ظاهر الحداد السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي سيد عباس بن علوي بن عباس المالكي الحبيب حسن بن محمد بن هدى السقاف الحبيب حسن بهارون الحبيب شيخ بن إدرس الحسني الحبيب شيخ بن عبد الرحمن الإدرس الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف الحبيب يحيى بن أحمد القدري الحبيب هود بن إدرس الحسني ثم أنسس إلى روحي الجان بها مهاجر بها لرستم بها عبد الله بها مزينة كي حمد قشيري عبد الله كي خليل عبد الله كي مشهد عبد الله بن مسكوف عبد الله مسوب علي عبد الله ثم منصوص إلى روحي كيينا وكيي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بسروان ثم منصوص إلى روحي كيي نووي بن حسن سيدوغري كيي حسني كيي خليل كيي عبد العليم بن عبد الجليل سيدوغري كيي نووي بن عبد الجليل سيدوغري وجميع المشايخ سيدوغري ثم منصوص إلى روحي كيي نور سالم بودوغادون كيي هاشم رفيع كيي جاسم بن نور سالم بودوغادون وجميع المشايخ بودوغادون ثم منصوص إلى روحي كيي علي مرتضى كيي أحمد جفري كيي محمد سبادل وجميع المشايخ بسو ثم منصوص إلى روحي كيي زين العابدين كيي أنس كيي برهان كيي منير علي كيي بدر القمر وصولهم وفروعهم وشيخ علي وجميع سادتنا علي أبي علي وشيخ سعد المودي وشيخ سالم بن فضل وفضل وشيخ علي بن محمد الخطي وشيخ سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن حمد بسودا ومشايخ الحضر الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة.
الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خيرا وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافية ويدرى فيها الخير والبركة ويؤجل بها ويصل سادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفع نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبة ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وفي سلفنا الصالحين أن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويوم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad Ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Qala al-muallifu rahimahullah, qala al-muallifu hafidhullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an al-imam al-Muttalibi Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hafizal Quran Karim wa huwa ibn 7 sinin wa hafizal Muwatta Malik wa huwa ibnu 10 sinin wa afta wa huwa ibn 15 sanah wa fatahallahu alaihi ma lam yuftah ala ghairihi wa qad jaa fil hadith anna alima Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma wa hamalahu ulama kal Imam Ahmad ala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Wa qala al Imam Ahmad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Kana Syafi'i kasyamsi lid dunya wa kal 'afiyah lin nas fanzur hal li hadain min 'iwadin aw khalaf. Wa kana al Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain qad jazza'a al-lail 3 ajza'. الثلث أول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام وكان يختم القرآن في كل يوم ختمة وفي رمضان يختم 60 ختمة كلها في الصلاة وكان رضي الله عنه يقول ما كذبت قط ولا حلفت بالله صادقا ولا كاذبا وما تركت غسل الجمعة في برد ولا سفر ولا غيره وما شبعت منذ 16 سنة إلا 7 طرحتها في ساعتي من ساعتي إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Sekarang kita akan menceritakan sekelumit dari lautan keutamaan dan keistimewaan Al-Imam Al-Muttalibi yang nasabnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Muttalib. Wa huwa hafizul Quran Al-Karim wa huwa ibnu 7 sinin. Beliau menghafal Al-Quran, bukan menghatamkan Al-Quran. Beliau berhasil menghafalkan Al-Quran. Beliau umur 9 tahun. Umur 9 tahun Imam Syafi'i hafal Quran. Wa hafidha Muwatta lil Malik, dan beliau menghafal kitab Muwatta. Wa huwa ibnu 10 sinin. Beliau umur 10 tahun. Ampun hafal kitab Muwatta. Bani Macah hafal kitab Muwatta.
hafal Quran umur 9 tahun, hafal kitab Muwatta umur 10 tahun. Hafal Quran umur 9 tahun, hafal kitab Muwatta umur 10 tahun. Wa afta wa huwa ibnu 15 sanah. Beliau menjadi mufti. Benar ulama boleh, yatasa ulama ini kan, yatasa alim, mufti. Orang yang dipercaya untuk ifta memberikan fatwa umur berapa? Umur 15 tahun. Umur 15 tahun ampun jadi mufti, berifta, berfatwa. Segala urusan agama yang mencakup segala hal urusan agama, Imam Syafi'i umur 15 tahun ampun menjadi mufti. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi mun pada orang ngocak Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kan manusia, bisa berfatwa, kita bisa berfatwa. Congo, hari umur 9 tahun hafal Quran, kaki umur 9 tahun sampai umur 30 tahun pancet main TKT kantuk ji. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta, Imam Syafi'i pantas. Umur 15 tahun jadi mufti. Lah sing ngritik Imam Syafi'i ya. Kaki hafal apa? Si umur 9 tahun kaki gak pembersan. Taib. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu anna alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Sesungguhnya orang alimnya dari suku Quraisy yamla'u akan memenuhi tibaqal ardi ilman, memenuhi penjuru bumi ilman ilmunya. Saking hebatah keturunan dari Quraisy. Dari keturunan Quraisy sebekal memenuhi bumi kak dinto kelaban ilmuna. Sebagian ulama mentakwil hadis nikah, termasuk diantara Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengatakan siapa yang dimaksud alim Quraisy? Yang dimaksud oleh Nabi alim Quraisy yamla utibaqal ardi ilma. Siapa dari keturunan Quraisy yang akan memenuhi bumi ilmunya? Ilmunya akan memenuhi bumi. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan yang dimaksud oleh Nabi, yang dimaksud dengan alim Quraisy adalah Al-Imam Syafi'i. Ala Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan kana Syafi'i kasyamsil dunya. Imam Syafi'i bagaikan matahari di atas dunia. Wa kal afiyah linnas, akan menyembuhkan dari segala penyakit bagi manusia. Orang sandi penyakit, Imam Syafi'i adalah sebagai obat. Apakah beda orang seandi keistimewaan seperti dua ni kata ada? Min iwadin wala khalafin, tidak bisa digantikan oleh siapapun al-Imam Asy-Syafi'i. Maka sampai ngedingaki orang-orang sebengal ngeritik dekat Imam Asy-Syafi'i. Taib. Ibadah namanya. Ibadah Imam Syafi'i qad jazza'al lail thalathata ajza'. Setiap malam Imam Syafi'i membagi waktu malam ni ke bagi jadi telok bagian, dibagi menjadi tiga bagian. Ats-tsuluts awal yaktub. Sepertiga malam beliau dibuat untuk menulis, ngarang kitab. Terus sepanjang malam, seprapat daripada malam ikabe nulis terus. Wa tsani yusalli. Mare nyatet, mare nulis beliau salat malam. Wa tsalits yanam. Berarti pendapat Imam Syafi'i dianjurkan setelah sholat malam tahajud dianjurkan untuk tidur. Neka bagian daripada ketawaduan beliau. Kenapa? Karena orang mun pejeng malam terus tak tedung boleh. Neka kebiasaan dari wajah memancarkan cahaya. Etam mau orang jaga malam. Orang sebersehatena. Maka Imam Syafi'i jadi telok semalam neka nyatet kitab, sholat, tedung. Tedung karena ikebeteraki napa etemo cek beliau neka bajang malam, melak malam, qiyamul. Ya, jadi pendapat Imam Syafi'i setelah sholat malam dianjurkan untuk tidur. Tedung sekecek. Taib. Wa kana yakhtimul Qur'an fi kulli yaumin khatmah. Setiap hari hatam Al-Quran. Setiap hari hatam Al-Quran. Termasuk Pasuruan. Ya bakhtana. Sungguh beruntung kita menjadi
orang Pasuruan. Pasuruan badalah Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Benar hatam Al-Quran. Ketika beliau berkunjung kepada Habib Saleh bin Musan Hamid Tanggul, ahlan wa sahlan bil Quran, dan mempunyai julukan Quran berjalan. Al-Quran berjalan iki beneka Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Beliau hatam Al-Quran setiap hari, khatam Al-Quran. Radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Lah Imam Syafi'i sebenarnya hatam Quran fi kulli yaumin khatmah, setiap hari hatam Al-Quran, khusus di bulan Ramadan yakhtimu sittina khatmatan, khusus di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali hataman Al-Quran, kulluha fis shalah. 60 khatam Quran aneka khatamaki Al-Quran fis shalah dalam melakukan sholat. Benar darusan. Darusan hatam berapa kali? Paling banyak 4 kali sebulan. Ejo keroyok. Dan kadang mau tak melomek ngamuk. Pulun tak melomek lah tak ada darusan. Bayangaki sampean, sebita kali hatam Al-Quran hatamaki dalam salat. Masya Allah. Wa kana radhiyallahu an, dan di antara perangai-perangai beliau, ma kadzabtu, yaqulu, beliau mengatakan, ma kadzabtu qad wala halaftu billah shadiqan wala kadzibah. Sepanjang hidupku aku tidak pernah rasanya berbohong. Enggak apa rasanya guru je tato. Ngebos je tato. Makan mon ki tetia mon orang ni ki guru tak kira dibeli. Ada beli guru, beli ngebos je tak ada. Sobung. Habis ini dua kan ngebos, iya tak kira dibeli. Nyari lain berarti caranya. Maka dzabtu qad, Imam Syafi'i ada bu, sepanjang hidupku belum pernah rasanya aku berdusta. Tak tahu rasa sana. Masya Allah. Tak guru saare je lah hebat lah. Jajal usaha ki saare tak jarpak. Saare be tak jarpak. Aja orang sudah dibeli pisan. Wala halaftu billahi shadiqan wala kadiba, dan aku belum pernah bersumpah dengan menyebut nama Allah. La kadiban wala shadiqa, baik ucapanku benar ataupun dusta. Engkau tak pernah rasana sumpah, baik bareng si bener atau bareng si congoco, tak pernah. Billahi tatto. Tulu keliru mallahi, di ma bersumpah mallahi. Musabab wallahi tallahi billahi taala locer sahara billahi 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 buda billahi dei saking diri locer sumpah se billahi barang remi barang setada manfaat tak sumpah kun karo acer eta sumpah ngaranen orang enggak sumpah billahi cak da iya ban paling beun billahi paling beun mo sok ngarane orang billahi paling beun. Imam Syafi'i tak pernah rasana napa nyaman asompa tak pernah. Taib. Apa boleh? Perangai ya. Wala wa ma taraktu ghuslal jum'ah fi baradin wala safarin wala ghairi, dan aku tidak pernah meninggalkan mandi di hari Jumat. Maka mandi di hari Jumat sangat ditekankan, sangat dianjurkan li hadiriha, bagi orang yang hendak hadir salat Jumat. Sebagian ulama walaupun haram baginya untuk hadir, sekalipun haram menghadiri sholat Jumat, tetap disunahkan untuk dianjurkan untuk mandi hari cuma bukan dengan niat huduril Jum'ah, tapi dengan niatut tanzif, niat bersih. Saya orang yang haram ngelakuin sholat Jumat, orang bina sehat. Orang bina sehat nifas, haram sholat Jumat. Walaupun haram ngelakonin sholat Jumat, tetap dianjurkan sholat mandi di hari Jumat, cuma bukan dengan niat nawaitul ghusla li huduril Jum'ah, akan tetapi kelaban niatut tanzif, niat ase bersih. Imam Ghazali pernah lebet neng situng tempat abang kiban orang atau kar seteretanan lah, kakak adik atau kar, udah satu karena sampai depan jalan raya Imam Syafi'i lebat, Imam Ghazali lebat para murid-murid tuh. Orang ria
Setretanana tokar salah ning are Jumat bajen orang Jumatan para Jumatan tokar. Wis parah ya wis sara-sara ya wis jubaan. Imam Ghazali tanya, apakah beda orang selebih coba tenimbang ria? Sobung Imam. Aneka orang paling coba nih kak. Kena atau karena tok pun lah. Luar biasa cobaan. Apa boleh tambah dengan hari Jumat bagian orang ibadah nih kak tokaran. Beda orang selebih coba tenimbang ria. Pesera. Orang si tak mandi hari Jumat. Orang si tak mandi hari Jumat. Dianjurkan ngetok koko, ya ngetok obu, bersih-bersih tanzif. Napa pun moneng pondok bilan pada istilah roan, berseen kamar, ngepel neka. Apa jadi disunahkan untuk niat tanzif. Nah, ning hari Jumat. Li hadiriha kang kui orang se hadir bila kesunahan salat mana mandi di hari Jumat mulai masuk hari Jumat ba'da subuh ampun dianjurkan untuk mandi hari Jumat. Cuma lebih afdolnya ketika kita mau berangkat menuju masjid, berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka di saat itu kita disunahkan untuk mandi dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Bakalero nawaitul ghusla li huduril jumati. Lebih biasa anu apa? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Teletak ko bergeri ngobun. Ngucak korang teletak tepa oyang telade. Tayyib. Nawaitul ghusla apa? Li huduril Jum'ah. Nah, perbedaan Jum'ah bi Jumu'ah. Setepak ini ke Jumu'ah. Mon Jum'ah ini ke hari. Mon Jumu'ah ini ke salat Jum'at. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jumu'ah berarti salat Jum'ah. Mon Jumat ane ke hari atau seminggu. Jumat ketemu Jumat nyaman seminggu atau Jumat hari Jumat. Demak Jumatan itina lah keng malay sambian oneng antara na bedana Jumu'ah bareng Jumat. Antara demak Jumu'atan. Ngasih dong macam Jumu'atan. Takut ngaku kelero sampean dan norok je baiklah Jum'atan ila Jum'atan. Keng mun tepat maca Quran patepak bene Jumat. Idza nudiya lis salati min yaumil Jum'ah bene min yaumil Jumu'ati. Idza nudiya lis salati min yaumil Jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Taib. Jadi banyak kesunahan-kesunahan dengan hari Jumat. Tatayyub bersih-bersih, tatayyub, pakai wangi-wangi, dan disunahkan menggunakan pakaian putih di hari Jumat. Sehingga Al-Habib Umar bin Hafidh mereka mun hari Jumat khusus di hari Jumat imamah putih, kopiah putih, jubah putih, sarung putih sampai sandal putih Habib Umar ning hari Jumat. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit sengarang kitab Minhajus Sawi ala Tariqati Ali Ba'alawi neka untuk menentukan orang dia santri atau benih santri, talib atau ghairu talib, orang se di ilmu atau standi ilmu, congok menari Jumat, kelampian putih apa aja, mun kelampian tak kotak, jokower berarti aja, ada Jumat ngakui pelangi, merah, biru, benih santri aja, tandanya santri ini kamu hari Jumat seneng ngakui kelampi putih. Jadi diusahakan ke lebih putih. Bener sebagus, bener sepaling larang, sepaling putih, sepaling putih. Banyak kesunahan-kesunahan yang ada Jumat. Di antara kelampian putih, memperbanyak sholawat daga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya yaumal jum'ati aw lailataha 80 marratan ghufira lahu dzunubu 80 amah." Barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat atau di malam Jumat sebanyak 80 kali, maka dosanya selama 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum puluh kali ning hari Jumat atau ning malam Jumat. Segot terserah. Segot bacaan yang paling panjang, bacaan paling pendek terserah. Al-muhim sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi ning hari Jumat. Jak sia-siaki.
Termasuk di antaranya membaca surat Kahf, membaca surat Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Kahfi maka akan diampuni dosa Jumat hingga Jumat depan. Nah, Jumat kemarin sampai Jumat sekarang dosa saya lakonin Jumat beri sampai Jumat sampai membaca surat Kahfi sepura dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam Jumat esunaki membaca surat Kahfi atau nengare hari Jumat. Nikel lakonin semaksimal mungkin surat Kahfi jak tinggal, sunnah mandi jak tinggal, berpakaian putih wangi jak tinggal. Salah tak mandi, Joko tedung tak sikatan, awah ya tok masjid. Kiki pasangan. Awah, bu, nek peduangan, semasjid bau nggak kampuan. Orang medem rupane khusyuk ruah. Allah tak kuat bona kakek. Semprote kapi mon Jumat je. Kowe emang curat. Tak kok kemasa celok male room. Cek sampai ngangkui pakaian sebeda tolesan ke baga masjid jangkui mana hari Jumat. Ajinomoto. Kenapa Ajinomoto ke baga masjid? Kapal api tolesan. Mari kula Jumatan nang daerah Winongan tau ning kama. Kula berbudina orang. Bertolesan budin kulampina. Opo ndelok-ndelok tak culek motoe kok mecek kasar nyolok ke mata. Keng kenalan gerpasane diri bude tak kenal tau kayak gerpas ki yang kok. Motoles cek sangar. Opo ndelok-ndelok tak culek motoe. Nah, jadi hindaren napa taswish mengganggu orang lain atau memancing pandangan orang lain sehingga orang burung khusyuk gara-gara kelampin sambian. Ini pakaian perapi. Tapi mana jelasaki sunnah Jum'ah sangat banyak sekali. Yang jelas kata beliau, aku belum pernah meninggalkan mandi di hari Jumat la barid wala har, baik itu di musim panas ataupun di musim dingin, wala safar wala hadir, baik aku dalam perjalanan ataupun berada di rumah. Engkau ning perjalanan tetap engkau mandi Jumat, atau engkau berada bungkoh tetap mandi Jumat. Terakhir, wa ma syabi'tu mundu 16 sanah illa sab'atan tarahtuha min saati. Allah. Dan saya belum pernah merasakan kenyang semenjak 16 sanah, semenjak umur 16 tahun. Tak pernah merasakan kenyang tabun. Manusia iya. Oke nyemet tok. Lah rendu ngak sape. Jok sapi lempo kene ngejuan mon kakek selempo apa jok taine sejar aja. Kelempon. Ya, kan ngakan tok. Bulakku ngakan, abon ngakan. Aja mata telur kene ngejual telur kakek siapa? Makanya Imam Syafi'i ini kah pantas jadi Imam Syafi'i. Cek mulai umur 16 tahun tak tahu rasanya kenyang. Mangkan anak kula mama nih sehari belum kali 6 kali ngakan. Tak sanggup. Mari ngakan bungko, entar dengan bini ngakan boleh. Mari dengan laki ngakan boleh. Akhirnya noro oncengan beri malam ngotai motor. Keluarga binasin kebanyakan ngakan. Teh beri ngakan ngamuk. Palang. Ada remernya. Masya Allah. Jadi ini ya paling tidak sunah-sunah Senin depan nika tanggal situng Rejab dianjurkan untuk puasa bulan Rejab ya. Jangan lupa Senin yang akan datang beri kan hari Senin ya. Senin bakal itu insyaallah tanggal situng Rejab apa sah tanggal situng Rejab maleta mun tak bisa ngerasa aki lapar mulai umur 16 tahun ya minimal hari-hari besar apa sah malai tak jura hulu tabun malai semu langsing malai beda diet sekone ya. Taib mentermu ke kisah-kisah nikah tetia teladan bagi kita, tetia suri tauladan contoh sehingga kita bisa memposisikan diri. Tak mungkin orang nikah berhasil tanpa beda perjuangan, tanpa beda serba kesulitan, karena setiap nikah merupakan riyadhah, latihan dari Imam Syafi'i.
Dan Imam Syafi'i ampun menghafalkan Quran umur 7 tahun, kitab Muwatta 10 tahun, menjadi mufti umur 15 tahun, dan beliau diberikan futuh, wa fatahallahu alaihi ma lam yuftah ala ghairihi, beliau diberikan fatah, memberikan ilmu futuh dari Allah yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan perlu diketahui Imam Syafi'i adalah termasuk keluarga dari Nabi SAW, karena pada hadis sesaungkuna ketua alim Quraisy akan memenuhi bumi ilmunya. Di antara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yang dimaksud oleh Nabi adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ahwatul madhahib, yang paling berhati-hati di dalam bermadhab adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Taib. Alhamdulillah, mentar muka ilmu manfaat barakah. Amin Allahumma amin ya Allah. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.